هاتي كيس بلاستيك ومسطرة ومعلقة واحدة بس هخليكي تحطيها علشان تعملي أحلى خلطة. تطلع معاكي ورق العنب مستوي وهش ودايب وريحته تجيب لآخر الشارع. من أول ما تنقي الورقة وتشتريها لحد ما تسلقيها وتلفيها بأنجح وأسهل طريقة حتى لو أول مرة تعمليها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. الأول لما تروحوا عند الراجل اللي هتشتروا من عنده ورق العنب اتأكدوا ان الورق بتاعكم اخضر وطري، يعني لما تمسكوها كده تلم في ايديكم ما تبقاش ناشفه وبتتكسر. قولوا له عايزين ورق بناتي او صغير او لو حتى هيكون كبير، اهم حاجه انه يكون طري ولونه زاهي وما يكونش كده مطفي ودبلان. حله فيها ميه بتغلي، مش هنحط فيها اكتر من معلقه الملح. حابين المزازه زياده شويه فممكن تحطوا شريحتين من الليمون، ولكن انا سلقاه بالعروق بتاعته فبيكون كده حلو جدا. هنحطه على كل جهه 30 ثانيه لمده دقيقتين ونقلب مره كده ومره كده لحد ما ياخد معانا لون بني فاتح كده، وكده بقى جاهز معانا. خلصت كل الكميه، وفي طاسه فاضيه حطيت شويه من الزيت ومعلقه زبده ومكعبين كبير من اللي الضاني. عايزه اقول لكم ان دول لوحدهم قادرين ينقلوا المحشي بتاعكم او خلطه المحشي بتاعتكم في حته تانية. بصلتين كبار متقطعين شوحتهم لحد ما لونهم بدا يكون ذهبي. هنزل عليهم ب3 كوبايات من عصير الطماطم اللي مديان له غلوتين كده قبل ما نبدا. ميكس البهارات الحلو ده بقى معلقه من الملح، معلقه من الفلفل، كمون، توم بودره، سوري بصل بودره، وبابريكا وشطه وكزبره، ومش اكتر من كده. مكعبين مرقة ماجي، والمعلقة اللي هتنقل معانا الدنيا دي كلها في حتة تانية يعني هنحط معلقة مليانة صغيرة من التوم البودر، وتكون معلقة هرمية كده واخدة حقها. هتديكم تست حلوة قوي، هتخلي طعمه خرافي. علشان تتأكدوا ان المحشي بتاعكم هيبقى واخد لون حلو لازم تسيبوا الصلصة دي تتسبك كده لحد ما الزيت بتاعها يخرج بره، يعني مش عايزين تكون لسه طرية كده. عندي هنا 2.5 كوبايات من الرز المصري غسلتهم ونشفتهم كويس قوي. نزلت عليهم بقى مقدار من الصلصة ومن كل نوع خضرة كوباية، يعني حطينا شبت، بقدونس، كزبرة. من كل حاجة حطيت كوباية متقطعة، وحتى لو مش بالمعيار تقدروا تحطوا من كل حاجة رفتة صغيرة. التركات التانية بقى دي حلوة خالص. هنحط معلقتين كبار من دبس الرمان وبصلاية صغيرة مبشورة، ونقلب الكلام ده كله مع بعضه لحد ما ناخد خلطة ريحتها تجيب لآخر الشارع. ما تنسوش بقى ان انتوا لو لسه واصلين لحد هنا ومكملين تقوليلي بتتابعوني منين وبتفضلوا اكتر ورق العنب ولا نوع تاني من المحاشي. على كيس بلاستيك بقى علشان نسهل على نفسنا هنحط ورقة العنب، هنفردها كويس قوي، نحط الحشوة جواها وبعدين نقفل الجناب بالمسطرة بأي حاجة بلاستيك عندنا ليها سطح مستوي ونشد. شوفوا كده وركزوا. بعد ما بفردها ضغطة خفيفة خالص وشدت، او حتى على ايديكم هنلفها زي ما انتوا شايفين كده ما بين ايدينا، بنقفل الحروف ونمشي مع السطر واحدة واحدة يطلع عندنا صباع متماسك كده وحلو قوي. جهزتهم، وفي حلة بقى اللي انا هسوي فيها تقدروا تحطوا جزر او طماطم من تحت. بلاش شرايح الليمون علشان ما تديش مزازة زيادة معاكم، لان احنا حاطين دبس رمان وسالقين الورق بعروقه، علشان يطلع معاكم كده واخد طعم متعادل زي اللي بتاكلوه بره في المطاعم، فيطلع معاكم حلو قوي. هرص ورق العنب بتاعي بقى في الحلة، ومجهزة عندي شوربة على النار، سواء شوربة فراخ، شوربة لحمة، أي نوع شوربة متوفر عندكم، أو حتى تقدروا تستبدلوها بالماجي ومية سخنة لو مش موجود خالص. حطيت معلقتين كبار من الصلصة بقى اللي عندي دي على وش ورق العنب بتاعي، وتاني معلقتين كبار من دبس الرمان. علشان نعمل خلطة حلوة نسقي بيها بقى المحشي الحلو بتاعنا ده هنحتاج لمكعب من المرقة ومعلقة كبيرة من الصلصة، ونحط كوبايتين من الشوربة. طيب انا هنا مش عارفة مثلا اقول كمية معينة، يبقى انا الشوربة بتاعتي هتكون واصلة لقبل اخر صباع بحاجات بسيطة، يعني تقريبا عند نص الصباع الاخير من ورق العنب، تكون ظاهرة كده على الوش ولكن ما تكونش مغطية، الصوابع عندي تبقى مكشوف. بعد ما بغطيها بضغطها كويس قوي لتحت لما الشوربة بتاعتي او المية اللي انا حطاها تطلع لفوق. غطيتها بطبق صيني كده او اي طبق ينفع يتحمل الحرارة. حطوها على النار، اول ما تغلي هنهدي النار ونسيبه بقى كده يستوي على نار هادية ويمزمز. هيطلع معاكم خطير. عايزة اقول لكم انه حلو جدا، ولا واحدة لزقت في الحلة. اللهم بارك، ريحته قلبت الدنيا، حلو قوي، الخلطة طعمها حلو، الورقة كده مظبوطة مفيش مزازة زيادة. هستنى بقى تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم وتعملوا منشن